السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايبه لكم خامه كتان، خامه ممتازه جدا، شكلها شيك جدا في التنجيد، وكمان الخامه محمله. ودايما بحب اصور الخامه من قريب عشان الناس اللي عايزه تنزل تشتري الخامه دي تشوف شكل النسيج بتاعها من قريب عامل ازاي، ما تتلخبطش في الخامات اللي بتبقى موجوده في المحلات، لان في كتان شبه الغالي بس بيبقى ببطانه من ورا، وبيبقى الملمس بتاعه مختلف، وبيبقى هو الشكل بس الشكل بيبقى متشابه، لكن الخامة بتبقى مختلفة تماما، دي غير ديت. تمام. الكتان لما احب اشتري كتان نضيف محمل، بصوا الكتانة في ايدي بسم الله ما شاء الله جامدة ومحملة. وطبعا في التنجيد احنا كنا منجدين بيها قبل كده، ففي التنجيد شكلها تحفة. ودي الظهر بتاعها من ورا، طبعا كله نسيج في نسيج، يعني خيوط في بعض، مفيش بطانة من ورا. تمام. القماش اللي بيبقى فيه بطانة من ورا ده بيبقى طبقة بطانة تخينة قد كده، وطبقة رقيقة من القماش على الوش. ماشي. وممكن ان احنا نفصله، خصوصا القماش اللي بيبقى فيه بطانة فايبر من ورا، ممكن ان احنا نفصل الطبقتين عن بعض بمنتهى السهولة يعني. تمام. فانا لو بفكر اجيب كتان نضيف، لان احنا لما بنيجي نجدد ما بنجددش كل يوم، فلو عايزه اجيب حاجه تعيش معايا وتبقى عمليه وكمان شكلها شيك، افكر في الكتان اللي هو بيبتدي من 150 وطالع. تمام. فدي الخامه بتاعتنا النهارده. على فكره انا منزله خامات كتيره على القناه، قماش مختلفه، كتان وغير كتان، ومنزله كذا فيديو في انواع الكتان. وكمان الفيديو الجاي ان شاء الله هنزلكم خامه كتان بس مختلفه عن دي، برضو خامه جميله جدا، وكنا منجدين بيها ركنه لعريس قبل كده. فان شاء الله استنوا مننا الفيديو الجاي، هتشوفوا خامه كمان زي دي. متنسوناش لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.